صادني موقف الحين في الشارع، بقول اللي يتعرضون للتحرش في الشارع وهي قاعدة تسوق سيارتها ومن غير ما تسوي لك أي حركة تجذبك لها، ليش تلحقها؟ قالت لك الدريشة، سوت لك حركات بوجهها، قالت لك تعال عطني رقمك، روح لها حبيبي عليكم بالعافية أنت وياها. بس البنت ما عطتك وي تلحقها لبيتهم، والبنت ما عطتك أي ساين يدل أن هي تبي تكلمك. شنو ما عندك كرامة؟ مخ ما في هني؟ والله دول النوعية من الشباب يخلون البنت دودة تحتاس في الشارع ما تعرف شو تسوي، تضيعه تروح بيتهم تبلغ عنه تنزل الدريشة تلعن خيره. والله مون البنات بعد إذا سووا حوادث مو انتوا السبب، انتوا اللي تخلونها ما تعرف شو تسوي في الشارع. فيعني لا تلومونهم مساكين إذا دشوا في الرصيف ولا طلعوا على الدوار. ما راح أقول لك ما عندك خوات ما عندك عمات لأنه ما في فايدة، راح أقول لك احترم تربية أمك وأبوك لك، تعور مو إذا عندك إحساس. تستفيد إذا خذيت رقمها وكلمتها، راح تسوون علاقة شهر شهرين وما راح تتزوجون، لأنك في يوم من الأيام ما تبي تقول حق عيالك إني أنا تعرفت على أمكم من الشارع. لا حبيبتي راح يتزوجني، أقص إيدي من هني إذا تزوجك. ليش حبيبتي ما راح يتزوجك؟ لأنه يتيله من الشارع، وإذا يبي يتزوج بياخذ على ذوق أمه. بس خلصت ما عندي شيء بعد أقوله، أتمنى ما حد يزعل مني، وأتمنى بعد أن هاي النوعيات من الناس اللي تتحرش تنقرض ونفتك منها. وشكرا.